الفوط الصحيه بتسبب لك التهابات وبتشيل هم البيريود الدوره الشهريه بسبب الفوط الصحيه وبسبب الالتهابات، انا جايه لك بافضل فوطه صحيه عن تجربه ومش بعمل لها اي اعلان. حافظات مولبت اللي هي الفوط الصحيه الباد زي ما بيقولوا اهي، جميله جدا جدا جدا، قطنيه جدا، مش بتسبب اي التهابات او اي حكه خالص. يعني في منها الطويل وفي منها المتوسط وفي منها الطويل جدا، مريحه جدا اثناء النوم. في منها الالترا كمان وعلى فكره حلوه جدا. وانصحك بقى نصيحه مهمه جدا اثناء البيريود، تجيبي نوعين من الفوط الصحيه. يعني انا قلت لك مثلا على المولبت ممكن تجيبي معاها نوع تاني اولويز مثلا اللي هي العاديه. ليه؟ لان المكان ده بيبقى اخد على نفس نوع الفوطه اللي محطوطه، فلازم تغيري شكلها عشان ما يحفظش نفس شكلها وتبقى نفس طباعه المكان هي لا. هنا مثلا دي التانية بتاعتها هنا هتبقى التانية بتاعتها الناحيه التانية، فالمكان هيبدا يغير ويعمل ريفرش لنفسه. لازم تستعملي نوعين من الفوط الصحيه اثناء الدوره الشهريه بتاعتك علشان تغيري المكان وتعملي له ريفرش كده من وقت للتاني. لازم يبقى معاكي نوعين. هتقولي لي غاليين، طب هجيبهم ازاي؟ طب هعمل ايه؟ تشتري دي في شهر ودي في شهر، وبعد كده هيبقى عندك ستوك للشهور اللي بعد كده، وهيبقى دايما عندك النوعين موجودين. وقبل بدايه الدوره الشهريه بتاعتك انت تبقي عارفه ان هي خلاص قربت، طبعا مودك ما بيبقاش تمام، يا ريت تستخدمي الفوط اليوميه اللي هي دي. بصوا بستخدم من كير فري. الفوط دي بتحميكي جدا، بتحمي الملابس الداخليه بتاعتك قبل البيريود بكام يوم وبعد البيريود بكام يوم، لان حرام تستخدمي فوطه كبيره والحاجات دي بقت غاليه جدا وانت عندك الصغيرين. هي دي برضو غاليه مش رخيص، بس دي ممكن تقعد معاكي شهرين وثلاثه لو استخدمتيها بنفس الطريقه اللي بقولك عليها، قبل البيريود بس وبعد البيريود بس، لان كترها هي اللي بتسبب لك الافرازات والالتهابات والحك. خلي بالك على نفسك وعيشيها صح. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو متابعيني على تيك توك اعملي سيف واعاده نشر الفيديو ومتنسيش اللوف. ولو اي حاجه عايزه تساليها لي سيبها لي في الكومنتات وهرد عليك. وما تنسيش تغيري الفوط الصحيه باستمرار طول اليوم، اقل حاجه اضعف الايمان يعني 3 مرات. ولو بتشتغلي خديها معاكي دايما وتبقى واحده في شنطتك ستوك لاي ظرف من الظروف. وكمان ممكن تعملي خير بيها لو في شغلك او في مدرستك او في اي حاجه، خلي معاكي واحده احتياطي لاي بنت من البنات اتزنقت فيها، يا ريت تديها لها، ده ثواب في ستر بنوته. عيشها صح.